ترامب: كتائب حزب الله العراقية تطلق سراح الباحثة الروسية الإسرائيلية إليزابيث تروسروكوف. ترامب: الهجوم الإسرائيلي الأحادي على قطر اتخذه نتنياهو وليس قرار اتخذته أنا. مصدر بكتائب حزب الله: الإفراج عن تروسروكوف جرى بشرط تجنيب العراق أي صراعات. عرقاجي: الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية سيعتبر منتهيا في حالة تعرضنا للعدوان وعقوبات مجلس الأمن. رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة رحبت بخطة الجيش لحصر سلاح ولا تراجع عنها. وزير خارجية لبنان: نزع سلاح الحزب اللبناني حزب الله على الحدود خلال 3 أشهر. متابعينا الكرام، تصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن الجيش يعتزم إنجاز نزع سلاح الحزب اللبناني في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل في غضون 3 أشهر، وذلك بموجب خطة أعدها تطبيقا لقرار الحكومة بهذا الشأن. وقال راجي لوكالة فرانس بريس أن قائد الجيش رودريغيف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خطة من 5 مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تتضمن الأولى منها 3 أشهر ينتهي حصر السلاح نهائيا خلالها في جنوب الليطاني بالكامل. وأوضح راجي أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبق بحلول نهاية نوفمبر 2025 لينتهي حصر السلاح نهائيا، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقل للسلاح ولا مقاتلين ولا مظاهر مسلحة في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، أي على بعد نحو 30 كيلومتر من الحدود مع إسرائيل. وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى تقضي خطة الجيش بأن تطبق في كافة الأراضي إجراءات أمنية يقوم بموجبها الجيش بتجديد الحواجز وتكثيفها ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح، لكن بدون إجراء مداهمات وتوقيف أشخاص وبدون مصادرة سلاح في المخازن، لكن على الأقل تنقل السلاح في منطقة إلى منطقة يصبح غير مسموح. وأوضح راجي أن المرحلة الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولا إلى بيروت والبقاع، لكن بدون مهل زمنية. ورحبت الحكومة اللبنانية بالخطة. وقال وزير الإعلام بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أن الجيش سيباشر بتنفيذها. متابعينا الكرام، هتتصلكم أخبار لبنان برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه.